بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متابعين قناة أطباق شهية وصحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كيكتنا رح تكون مختلفة شوي. رح أحطها في صحن مش في كوب، ورح أحطها على الغاز وأخليها تستوي على البخار. أول إشي بعمل كيكة الشوكولاتة، بعدين رح أستخدم الصحون. طبعا بدهن الصحن بزيت نباتي ورشة طحين عشان ما يلزق الكيك معنا ويطلع بكل سهولة. وهاي الصحن صار جاهز. هسا بجيب الكيك بحطه في كيس تفريز، وبعدين ببلش أحطه في الصحون. طبعا حطه تقريبا ربع الصحن الكيك عشان هو رح ينفش معكم، فبس ربع الصحن. هسا بجيب طنجرة. اليوم كيكتنا مش رح تكون بالفرن، رح تكون على البخار في الطنجرة. بجيب طنجرة وبحط فيها الصحون، وبحط فيها كوبين مي. ممكن مي سخنة، ممكن مي باردة عادي يعني، لأني أصلا رح أحطها على النار. فبتحطوا كوبين مي، وبعدين بتحطوها على النار، بتغطوها، بتوطوا عليها الغاز على الآخر، وبتتركوها نص ساعة وبتفحصوها. يعني يعني بعد النص ساعة بتفحصوا كيف استوت أو ما استوتش. وبس تستوي تماما طبعا بتشيلوها. أنا هون أخذت معاي يعني ساعة إلا تلت عبين ما تأكدت إنها استوت 100%. هسا طبعا بكون عامل صوص شوكولاتة، راح أدهنها في صوص الشوكولاتة. أنا كيكة الشوكولاتة والصوص طبعا عملتها في فيديوهات سابقة، فإذا بتحبوا طريقة الكيك يا ريت تفتحوا على القناة وتشوفوا الطريقة كاملة، هي وصوص الشوكولاتة. هسا رح أزينها بجوز الهند، وبعدين بالفستق الحلبي. هاي حطينا فستق حلبي. طبعا بإمكانكم تزينوها بأي إشي بدكم إياه. ممكن تزينوها بشوكولاتة صغيرة يعني دوائر، ممكن تزينوها ببسكوت، رشة بسكوت يعني ناعم، تطحنوه وترشوه، يعني المتوفر عندكم. أنا عندي فراولة مفرزة فحبيت أحطها على الكيكة. وهاي كيكتنا صارت جاهزة، طبعا مستوية و... ونافخة وكتير زاكية، بدون فرن وبدون غلبة. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك
واستنونا بوصفات جديدة إن شاء الله. طبعا ما بدنا ننسى أهلنا في غزة وفي لبنان في كل مكان، ندعي لهم. أترككم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.